Good morning you guys. بصور الفيديو للمرة التانية. صورته من حوالي اسبوع وعملت الجزء كبير منه مونتاج وبعدين كله اتمسح. مش كله الصراحة، هما كانوا 14 دقيقة اتمسحوا 10 واتبقى 4. معرفش هعمل ايه بالأربعة دول. ما علينا، نسجل فيديو المرة التانية. فيديو النهاردة هقول لكم على أفضل 10 كورسات مجانيين في اليوتيوب ممكن تسمعوهم وتستفادوا منهم جدا. طبعا ده على خطى باشمهندس أحمد أبو زيد. هقول لك على افضل 10 كورسات سمعتهم الفتره الاخيره على اليوتيوب، وده مش من الافضل للاسوأ ولا مترتبين بنظام معين ولا اي حاجه، الموضوع كله عشوائي، بس دول فعلا انا استفدت منهم واتمنى كمان انهم يفيدوكم. وحقيقي الكورسات دي انا فعلا سمعتها كلها وتعبت فيها جدا وفضلت ادور كتير علشان ارجع لها واشوف ايه الكورسات المفيده في كل الحاجات اللي سمعتها. فاتمنى الفيديو لو عجبكم تعملوا لايك وتشيروا مع اصحابكم. النهارده انا هتكلم في 3 انواع من الكورسات. أول نوع كورسات الفريلانس والربح من الإنترنت. الكورس رقم 1، والكورس ده تسمعه لو أنت ما تعرفش أي حاجة عن الفريلانس وحابب تبدأ في مجال الفريلانس كخطوة أولى في حياتك المهنية وتفكك بقى من وجع الدماغ والشركات المواصلات والبهدلة والكلام ده. لو سمعت عن موقع خمسات ولسه ما جربتهوش فأنصحك جدا بالكورس ده. الكورس ده هيقولك تعالى أنا هخليك تكسب أول $1 من خمسات. أكيد هتشتغل على نفسك شوية وهتحاول انك تطبق كل حاجه عادي، الاضاءه اسبوع في حالها، ما علينا. بس بجد الكورس مفيد جدا وهتستفادوا منه جدا، وده عن تجربه شخصيه انا جربته وبجد استفدت منه وجاب لي اول عميل على خمسات. هو كورس شرح موقع خمسات لدكتور احمد السباعي، كان عامله تقريبا في رمضان 23 24 تقريبا، فكان عامله في رمضان، وخلال رمضان كله كان بياخدك من الصفر للاحتراف في موقع خمسات. ازاي تعمل بروفايل، ازاي البروفايل بتاعك يتقبل، ازاي تكتب الخدمه بتاعتك، ازاي تكتب وصف لنفسك ووصف الخدمه بتاعتك، وازاي تجيب اول عميل ليك على موقع خمسات. فانصحكم جدا انكم تبداوا بالكورس ده. الكورس رقم 2 وبرده عامله دكتور احمد السباعي، وهو كورس الفريلانس للمبتدئين او تعلم الفريلانس للمبتدئين. وهو كورس تعلم الفريلانس للمبتدئين. الكورس ده هيخليك تتجنب الاخطاء. من امتى بيعدي بتوع خضار في الشارع؟ انا مش فاهمه، غالبا دلوقتي لما جيت اصور. وهو كورس كنت بقول ايه بجد، كنت بقول ايه؟ طيب لما عمو ده يخلص نبقى نكمل. الكورس ده بيتكلم عن الاخطاء اللي لازم تتجنبها كفريلانس مبتدئ. حقيقة انا ما خلصتوش كله بس سمعت منه كام فيديو وهم حلوين جدا، واي ثينك لسه بينزل في البلاي ليست حاجات، فاسمعوه وهتستفادوا منه جدا. وحقيقي دكتور احمد السباعي ما بينزلش فيديوهات في قناته وخلاص، لا كل فيديو بيبقى حلو جدا ولازم تستفادوا منه بحاجة، فانصحكم لو مش متابعينه لازم تتابعوه. الكورس رقم 3، وحقيقي ده من اخر الكورسات اللي انا سمعتها، وهقول لكم على رحلتي بس نكمل ما علينا. نفسك تجيب فلوس وانت قاعد في البيت وتريح دماغك، فالكورس ده بجد هيفيدك جدا، وهو كورس اليو جي سي المجاني لمحمد ايهاب. معلش يا جماعه ما ينفعش اجيب سيره الفريلانس وازاي تشتغل من البيت وازاي تعمل فلوس من غير ما اجيب سيره محمد ايهاب. يا جماعه ده بيوفر علينا وقت ومجهود وفلوس، مفيش اكتر من كده. انصحكم جدا تبداوا كبدايه في اليو جي سي بالكورس ده. لو سمعتوا الكورس المجاني بتاع اليو جي سي وحابين تتعمقوا في المجال اكتر تقدروا تشتروا الكورس المدفوع بتاعه، وبجد هيفيدكم جدا، وانا شخصيا اشتريته. حاول نختصر علشان ما شاء الله اللاب فصل، الجو حر، بما ان اللاب فصل فالرينج لايت هتفصل والمساحه اتملت. نحاول نلاقي حل للحوارات دي كلها ونكمل. يا جماعه في حاجه نسيت اقول لكم عليها كمان، الموبايل هيفصل حاليا 7%. اتس اوكي على خير. الكورس رقم 4، انا مش متخيله ازاي بجد في كورس بالحجم ده وبكميه المعلومات دي ومجاني. الكورس ده اي حد حابب يبدا التجاره الالكترونيه، ومن شخص استاذ حرفيا فيها. اي حد حابب يبدا في التجاره الالكترونيه ويجيب منها ماني كتير 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 اكيد لازم يسمع الكورس ده. بجد كورس رائع، انا ما خلصتهوش وما طبقتش فيه كل حاجه، بس هو حرفيا بيتكلم عن كل حاجه في الدروب شيبينج، فاكيد هو كورس الدروب شيبينج بتاع استاذ وائل السلوكي ل 2025. الكورس حوالي 8 ساعات او يمكن اكتر او اقل بحاجه بسيطه، بس حرفيا الكورس فيه كم معلومات رهيب، طبقوا معاه وبجد هتستفادوا منه جدا. الكورس رقم 5، الكورس ده برضو في الفريلانس وعن اي حد حابب يبدأ مجال العمل الحر، بس هو خاص اكتر بموقع ابورك اللي هو اقوى موقع
ماما الكبة. وهو اقوى موقع. طب انا همشي حالي وهتكلم وبعدين نحاول ان انا امسح الصوت ده، يا رب ما تسمعوه. وهو خاص بموقع ابورك اللي هو اقوى موقع عمل حر، بيتكلم في حاجات مهمة جدا في ابورك وازاي تقدر تبدأ على موقع كبير بحجم ابورك. فلو عايزين تبدأوا في موقع ابورك انصحكم جدا بالكورس ده، وهو كورس اسرار الفريلانس ابورك لنور ديزاين. النوع التاني من الكورسات كورسات التطوير والتعليم الذاتي، او ازاي تبدأ من الصفر او الكلام ده، هاخدكم في التفاصيل. الكورس رقم 6 اللي لازم نتكلم عنه، وهو كورس حلو قوي، انا بجد وقعت عليه بالصدفة، وبجد الكورس رهيب عن اي حد حابب يتعلم اي حاجة ومش بيعرف ان هو يتعلم الا جامعة او بكورس معين او الكلام ده عن التعلم الذاتي. ازاي تقدر تبدأ تتعلم بنفسك، والكورس متبع طريقة الستوري تيلينج، والطريقة دي مش بتفشل في انها تخلي الواحد يكمل لاخر الفيديو. الكورس بجد حلو قوي، اسمعوه وهتعرفوا انا بقول عنه كده ليه. وهو كورس التعلم الذاتي او كورس كيف تتعلم بين قوسين التعلم الذاتي من كورسات كودا. الكورس رقم 7. انا ليه بعمل 7 كده؟ الكورس رقم 7 5% ماشي. الكورس ده لأستاذ وائل السلوكي، وهو كورس خطة نجاح. الكورس ده حرفيا زي لطشة قلم كده، بيقولك قوم، بيفوقك انك تقوم تعمل حاجة في حياتك علشان النهاردة مش هيرجع تاني. بيفوقك وبيقولك ازاي تبدأ، ازاي تبقى شخص ناجح. بدأوا في رمضان تقريبا، بدأوا في رمضان، كنت متابعاه. حاليا في فيديوز كده فوتها بس اكيد هرجع اسمعها، والفيديو حلو قوي، لازم تسمعه، خصوصا لو انت بني ادم كسلان فاسمعه عشان هيبقى لطشة قلم. النوع الثالث من الكورسات، بصراحة أنا كنت حاطة كورسات عشوائية بس تشات جي بي تي ظبط لي الدنيا كده ونسقهم، يعني حطهم في جروبس. مجموعة الكورسات الأخيرة والثالثة، وهي الكورسات بتاعة تنمية المهارات. الكورس رقم 8 وهو أول كورس في المجموعة دي من القناة المفضلة عندي، وهي قناة listening time. لو حد عايز يتعلم الإنجليش زي ما الأطفال بيتعلموه، زي ما المتحدثين الأصليين بيتعلموه، فأكيد أهم حاجة وهي الاستماع والتحدث. القناة دي بتنمي عندك مهارة الليسننج علشان تعرف تكون جمل وتقدر بعدين سبيكينج مع أي حد. البلاي ليست هي مش واحدة بصراحة، من كورسات كتير، كورسات الليسننج تايم. الكورسات دي متقسمة على حسب مستواك في الإنجليش، A1 A2 B1 وهكذا. أكيد من قناة listening time كورسات الليسننج. What time is it? It's listening time. الكورس رقم 9. والكورس ده لأي حد حابب يبدأ في مجال التدوين ويبقى عنده مدونة، يعرف ازاي يديرها على بلوجر خصوصا. وحقيقي الكورس ده فادني جدا، انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن بلوجر، ده اخدني كده خطوة بخطوة. انا ما سمعتوش كله وما خلصتهوش، بس فعلا وصلت لمستوى ان انا اقدر اقول ان انا كويسة شوية في بلوجر. الكورس ده هو دورة بلوجر للمبتدئين من قناة مونستر للمعلوميات. أكيد لو حابين تبدأوا في مجال التدوين فأنا أنصحكم بيه جدا. الكورس رقم 10 هو الكورس الأخير واللي أنا بحبه جدا وممتنة بجد لكل كلمة فيه. عارفة هو ليه مش مشهور؟ معرفش، رغم إن هو حلو قوي، وهو كورس بابرز. أنا قلت عليه قبل كده وهفضل أقول عليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما الناس تروح تسمعه. كورس بابرز أو كورس تصميم الجرافيك في قناة متعلم. الكورس حلو قوي لأي حد حابب يبدأ في مجال الجرافيك ديزاين، أنا بدأت بيه وبجد حلو قوي، فأنصحكم بيه جدا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. لو حد سمع أي فيديوز أو أي كورسات من الكورسات دي يقول لي عليها ويقول لي هل استفاد منها ولا لا. قولي الإضاءة هنا حلوة ولا لا علشان بصراحة. واللي وصل لغاية هنا يحط لي قلب لونه في بيربل. لو في بيربل حطوا بيربل، مفيش بيربل حطوا بلو أزرق. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو او فلوج جديد. دمتم بخير.